تخيل انك بنيت منتج رقمي ديجيتال برودكت وصرفت عليه وقت وفلوس ومجهود وشغل وديزاين، وفي الاخر اليوزرز برضو مش فاهمين المفروض يعملوا ايه، مش لان الديزاين وحش ولكن الكلمات نفسها مش مفهومة. فالنهاردة هنتكلم عن واحد من اهم الكتب في مجالنا واللي بيقول لنا ازاي الكلمات الصح بتحول المنتج الرقمي من مجرد ابلكيشن لتجربة كاملة بتفرق في حياة الناس. أهلا بيكم في سلسلة كتب غيرت تفكيري عن اليو اكس رايتنج. أنا ندى النادي، مؤسسة منصة تجربة. أول كتاب معانا في السلسلة هو كتاب Strategic Writing for UX، والحقيقة الكتاب ده أنا لما قرأته كنت مبهرة جدا بالكونتنت الموجود فيه. إنه مش بس بيعلمنا إزاي نكتب لليو اكس، هو بيعلمنا إزاي نفكر قبل ما نكتب، يعني Strategic Thinking. تاريخ الكتاب ده بيبدأ بجملة واحدة سمعتها الكاتبة أكتر من مرة في أكتر من تيم. كانوا دايما بيقولوا لها we need to hire someone to fix the words، يعني عايزين حد يصلح لنا كده الكلام الموجود ده. وكل مرة كانت بتلاحظ ان فعلا التيم قادر يشاور على الكلام اللي مش مفهوم وممكن يصلحوه كأخطاء إملائية نحوية جرامر وهكذا، بس برضو ده عمره ما كان كافي. مثال اللي هي شبهت بيه قالت ان مثلا كأننا عندنا كوباية، الكوباية دي لما بنحط فيها مية سخنة أو مغلية ممكن تطق، فالإزاز ده لما بيطق أو بيحصل فيه خدش مش بالضرورة يتكسر، ولكن يبقى فيه الخدش موجود. هل أنا أقدر أستخدم الكوباية؟ أقدر أستخدمها عادي، بس مع مرور الوقت وممكن في أي لحظة مع أي خبطة الكوباية كلها تتكسر بسبب إنك بس أهملت الخدش اللي كان موجود في الأول. طيب الكتاب ده بقى بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن إحنا في اليو إكس رايتنج عندنا هدفين أساسيين. أول حاجة إننا نشوف إيه أهداف البيزنس، الشركة دي محتاجة توصل لإيه بالظبط، وتاني حاجة نشوف بقى إيه أهداف المستخدم أو اليوزر اللي هيستخدم المنتج بتاع الشركة دي. أنا أوصل لك الفكرة بطريقة أسهل. تعالوا نضرب مثال مثلا بأبليكيشن أوبر وكريم. البيزنس شايف إن هو عايز يجذب اكتر عدد ممكن من الناس، ناس غريبه ما تعرفش لسه الابلكيشن، يحولهم لركاب بيستخدموا فعلا الابلكيشن ده، بعد كده يبقوا فانز بيحبوا يكرروا التجربه اكتر من مره ويعيدوا استخدام التطبيق، وكمان يبقى فيه لويالتي ويرشحوه لغيرهم فيعملوا ريفيرل وهكذا. دي اللي الشركه عايزاه. طيب اليوزر عايز ايه؟ يقول لك انا عايز اوصل بيتي بامان بسعر مناسب، رحله كده مريحه يعني. فالشركه بتفكر دايما من الربح من المستخدم، ولكن المستخدم عايز انا عايزه اوصل بيتي وخلاص. فاحنا بقى شغلتنا في اليو اكس رايتنج هو اننا نكسر الفجوه دي، احنا حلقه الوصل، نكتب كلمات بتخلي فعلا الشركه تحقق اللي هي عايزاه، وكمان نخلي اليوزر يفهم هو المفروض يعمل ايه بالظبط، وكمان يعرف ان احنا بنحقق له اهدافه اللي هو محتاجها. ده بقى بيأثر على شغلنا ازاي؟ الكتاب برضو بيشرح لنا ان في كل مرحلة من رحلة المستخدم في نوع محتوى مختلف محتاجين ان احنا نعرفه. مثلا اول ما اليوزر ده يسمع عن ابلكيشن اوبر او كريم، فده كده ماركتنج كونتنت، غالبا هيسمع من الاعلانات من في الشارع او الانفلونسرز او اعلان التلفزيون، ماركتنج عامة او السوشيال ميديا وهكذا. وبعدين بيبدأ ان هو يدخل على الابلكيشن فيشوف الاب ستور او جوجل بلاي، السكرينز موجوده، الاونبوردنج موجود عامل ازاي، الكونتنت اللي بيأتراكت اليوزر ان هو فعلا يحمل الاب، بيشرح الفيتشرز عامل ازاي. لما يقتنع بكل ده يبدأ ان هو يعمل داونلود، وونس ان هو فتح الابلكيشن احنا بقى كيو اكس رايتنج رحلتنا بتبدا هنا مع اليوزر. كل شغلنا بيبدا اول ما هو يداونلود الابلكيشن. معناه ان كل كلمه بنكتبها في الاونبوردنج، في البوتنز، في الايرور مسج، كونفirmation مسج، كل الحاجات دي لازم تكون مبنيه على فهم عميق جدا لايه بالظبط اللي المستخدم محتاج يعرفه في اللحظه دي تحديدا. الكتاب مكون من 9 فصول، كل فصل في حاجه هتغير طريقه تفكيرك عن اليو اكس رايتنج وعن اليوزر اكسبيرينس بشكل عام لما يدخل فيها مرحله الكتابه. لو دخلت على ويب سايت بيبيع كتاب معين انت عايز تشتريه ولقيته في اول بيج بيقول لك حمل كتابك المجاني، البيج الثانيه لقيته بيقول لك يمكنك تحميل كتابك المجاني من هنا، البيج الثالثه غير التون وقال لك حمل الكتاب. فانت هتحس ان هما كلهم نفس الحاجه نفس المسج، ولكن كل جمله كانت بتديك شعور مختلف لدرجه انك ممكن تشك هو كل دول نفس الكتاب. الكاتبه بتحكي انها لما كانت شغاله في اكس بوكس سنه 2010 كان الفويس مشروح بجمله واحده بس، احنا بنكلم الجيمرز كأننا صحابهم قاعدين جنبهم بنساعدهم يلعبوا او يعدوا تاسك معينه، مش عايزين نظهر اننا الشخص الرخم اللي بياخد الكنترولر ويعمل هو التاسك دي بدلهم من غير ما يفهم هو عمل ايه بالظبط.
فأنت لو صاحبك قاعد جنبك وعمل كده أنت هتحس بالإحباط وهتحس بالتحكم فيك، ولكن لو حسيت إن صاحبك ده شخص friendly وبيقول لك تعالَ بُص نلعبها مع بعض، تعالَ أقول لك أنا عديتها إزاي، فأنت ساعتها هتحس بالإنجاز والانتماء، وده بالضبط اللي بيحصل في product. تخيل بقى معايا إن أنت في e-commerce website وكان صوت الproduct هو السرعة والثقة، بالتالي كل رسالة في الwebsite دي لازم تعكس الصوت ده. الحل بقى اللي اقترحته الكاتبة في الكتاب ده هو tool اسمها voice chart، وده جدول بسيط كده بيساعدنا نحدد الproduct voice، وفي فرق بين الproduct voice والbrand voice وشرحنا ده بالتفصيل في المستوى الثالث من تجربة. كان عندنا هي مبادئ المنتج، مثلا ايه اللي المنتج عايز يوصله للمستخدم، هنقول عايز يوصله ان هو سريع موثوق سهل الاستخدام. تاني حاجة بنحطها هو الكونسبتس، الأفكار، ايه الأفكار اللي أنا عايزة تترسخ في ذهن المستخدم. مثلا لو كان المبدأ هو الثقة فبالتالي الكونسبت هيكون بنوصل طلبك في الوقت اللي تحدده. تالت حاجة الفوكابلري أو الكلمات اللي بنستخدمها، ايه اللي هستخدمه وايه اللي هتجنبه. يعني مثلا هنقرر ان احنا هنقول كلمة متاح بس مش هقول موجود في المخزن، هقول جاهز بس مش هقول صالح. رابع حاجة هي الفيرباسيتي، يعني الاختصار والاستفاضة. ايه اليو اي كومبوننتس اللي هستفيض فيها واحكي فيها بالتفصيل، وايه اليو اي كومبوننتس اللي لازم اختصر يبقى فيها ايجاز واختصار قدر المستطاع. خامس حاجة هو الجرامر او البانكتويشن، هل هتكلم sentence case ولا title case، هل هحط علامة استفهام ولا لا، هل هحط ايموجي ولا لا. كل ده برضو احنا شرحناه في المستوى الثالث، شرحنا الفويس تشارت بالتفصيل مع المدرب رامي الشحاتة، وانا شرحت لكم كل حاجه تخص الكونتنت سيستم من ناحيه الفرق بين الفويس والتون وازاي اعمل التون ماب والترمينولوجي والمايكرو كوبي كانفاس، كل ده موجود في المستوى الثالث. تعالوا بقى ناخد اكزامبل كده بسيط عن اللي شرحناه. لو جينا عايزين نكتب زر تسجيل الدخول، لو البرودكت بتاعنا كان صوته فورمال وريسبكتفul رسمي قوي فانا هقول تسجيل الدخول، لكن لو الفويس كان فريندلي وقريب وودود كده من اليوزر هقول ادخل على حسابك. لكن لو صوته بقى عايز يظهر ان هو مودرن وكونسايز مختصر وعصري فانا وقتها هقول join us، انضم لينا او ابدأ رحلتك. التلاتة صح، بس كل واحد فيهم بيعبر عن شخصية مختلفة للمنتج، وبالتالي الفويس تشارت هي الأداة اللي بتقولك ايه الصح بالنسبة لمنتجك بناء على البراند استراتيجي. كمان بالتالي اننا هنحدد الفويس للبرودكت من الاول دي حاجة مش رفاهية خالص، دي اساس البرودكت بتاعك. لما الصوت ما يكونش فيه consistency يعني ما يكونش شبه بعض، ده بيأثر جدا على احساس الثقة اليوزر بيحسه من المنتج بتاعك. فلو قلت لك ان احسن طريقة تكتب بيها يو اكس رايتنج هي انك تبطل تكتب وتبدأ تتكلم، وده مش مجازا ده بجد، في تقنية اسمها conversational design بتخلي تصميم التجربة كلها من خلال محادثة حقيقية قبل حتى ما تشوف أي سكرين. الكتاب بيقول إن البشر اتعلموا المحادثة قبل حتى ما يتعلموا التعامل مع السكرين، يعني لما اليوزر بيتعامل مع أي ابلكيشن مخه بيحاول يترجمه كأنها conversation أو dialogue. الابلكيشن بيقول لي إيه وأنا المفروض أرد عليه إزاي، فلو إحنا فهمنا الكونفرزيشن دي إيه يمنعنا إننا نبدأ بالمحادثة الأول قبل حتى ما نعمل أي ديزاين. ناخد مثال بسيط، تخيل إنك بتصمم سكرين عايز تجديد اشتراك لتطبيق زي مثلا شاهد أو أنغامي، بدل ما تبدأ بتصميم السكرينز على طول اتخيل إن في موظف بيكلم المستخدم ده وجها لوجه. عايز تجدد اشتراكك؟ ايوه بس مش عارف الاسعار اتغيرت ولا لا. السعر نفسه 70 جنيه في الشهر، تحب اجدد لك؟ ايوه وهدفع بالبطاقه الجديده. تمام، تم تجديد الاشتراك، هتوصلك رساله تاكيد على موبايلك. ده كده مش مجرد كلام، ده زي فلو تشارت او ستوري باليو اكس كونتنت بتاعها. طيب الكونفرزيشنال ديزاين بقى بيشتغل ازاي؟ الخطوه الاولى انك تحدد نقطه البدايه والنهايه، المستخدم عايز ايه وايه اللي المنتج عايز يعمل، ايه الهدف النهائي من كل ده. الخطوه الثانيه خلي انت تلعب دور التطبيق وحد تاني من التيم بتاعك بيلعب دور اليوزر، ونفضل نمثل كده ان احنا بنعمل كونفرزيشن. الخطوه الثالثه بقى حول الكونفرزيشن دي ليو اكس تكست، فالكلام اللي بيقوله الابلكيشن هو ده العناوين والديسكريبشن واليو اكس كونتنت بتاعك، والكلام اللي بيقوله اليوزر هو ده الباتنز والخيارات او السلكشن المفروض اليوزر يختار منها. ده بقى بيوفر وقت طويل جدا ومجهود ضخم، بيطلع نتيجه اقرب كتير للهيومانيتي. ناخد مثلا مثال لتطبيق زي طلبات، السيتويشن بتاعنا ان اليوزر عايز يغير عنوان التوصيل بتاعه، فالكونفرزيشن هتبقى ماشيه ازاي؟ الابلكيشن هيساله عايز نوصلك فين، اليوزر هيقول له عندي عناوين قديمه، عندك عنوان البيت وعنوان الشغل، ايه منهم اللي عايز نوصلك عليه؟ عنوان البيت، بس هغير شويه تفاصيل، عدل العنوان زي ما تحب. تمام، حفظنا التعديلات، الطلب هيوصلك على هناك. دلوقتي بقى نحول الكونفرزيشن دي لسكرين،
فهيبقى عنوان السكرين مثلا اختار عنوان التوصيل، الخيارات هي البيت، الشغل، عنوان جديد، وفي زرار هو زر التعديل، مثلا هنكتب عليه تعديل العنوان او عدل العنوان. ورساله التاكيد هتبقى اما حفظ التعديلات وطلبك هيوصلك على العنوان الجديد. شايف بقى ازاي المحادثه دي ولدت UX كونتنت محادثي وآدمي أكتر؟ في المرة الجاية اللي هتبدأ فيها تكتب أي سكرين، قبل ما تكتب حرف لازم تسأل نفسك هو دي لو كانت conversation حقيقية هتبدأ إزاي وهتنتهي إزاي؟ كل ابلكيشن بنفتحه من أول الجيميل، واتساب، أي تطبيق بنك عندنا على الموبايل بيكون معانا 11 نوع من المايكرو كوبيز دايما بيتكرروا في كل حاجة. طيب إيه هم ال 11 دول وإزاي نكتبهم؟ الفيديو ده هو الفصل الرابع من كتاب Strategic Writing for UX، والباترنز اللي هنتكلم عنها النهارده دي اللي بنشتغل عليها يوميا كيو اكس رايترز، واللي بالمناسبه اننا شرحنا 31 يو اي كومبوننت بالتفصيل في المستوى الرابع من منصه تجربه. تقدر تستفاد بكود الخصم دلوقتي وتشترك في المستوى الرابع. اول نوع معانا هي العناوين، عناوين السكرين نفسها. الهدف منها ايه؟ ان هي بتوضح لليوزر هو فين دلوقتي وايه اللي المفروض يعمله. وعندنا 4 انواع لكتابه العناوين دي. اول نوع وهو اني اكتب اسم البراند نفسه، مثلا اكتب اسم السي اي بي او البنك الاهلي المصري، وده بيكون موجود اكتر في السكرينز زي سبلاش سكرينز. تاني نوع معانا هو الكونتنت نيم، يعني اسم المقال اللي بتكلم عنه او البرودكت اللي انا بتكلم عنه، زي مثلا برودكت اسمه التمويل السريع او التمويل الآلي. ثالث نوع هو الامبيجلس تاسك، دي مثلا بتبقى اكتر من حاجه موجوده عندي محتاجه المستخدم ان هو يملاها، زي السكرين بتاعه اعدادات الحساب. رابع نوع معانا هو السنجل تاسك، يعني انا محتاجه اليوزر يعمل حاجه محدده قوي وهي حاجه واحده بس، زي مثلا إضافة عنوان جديد. تاني نوع معانا وهي الباتنز، الأزرار والروابط. الهدف منها إيه؟ إننا نخلي المستخدم يتحرك للخطوة الجاية. إيه السر بتاعها؟ إننا نوضح للمستخدم هو رايح فين بعد كده. نخلي اسم الباتن هو نفسه اسم النكست سكرين اللي هو رايح عليه، خصوصا لو أنت عندك خطوات كتير. فمثلا نتخيل لو إحنا عندنا 3 سكرينز: تفاصيل الطلب، مراجعة الطلب، إرسال الطلب. في تفاصيل الطلب أنا الباتن بتاعي هيكون اسمه مراجعة الطلب، وفي مراجعة الطلب هسمي الباتن إرسال الطلب، وفي الكونفirmation بتاعة إرسال الطلب هقول له خلاص تم إرسال طلبك بنجاح مثلا، وفي الآخر أوجهه بقى إن هو هيروح الهوم بيج أو هيروح لبيج معينة أنا عايزة أوديه عليها. بس الفكرة إن أنا بدل ما أقول له إرسال بس أو مراجعة بس، فمهم جدا إن أنا أوضح له إرسال إيه أو مراجعة إيه. فالأفضل كتير إن نكتب إرسال الطلب أو مراجعة الطلب بشكل كامل. ثالث نوع معانا هي الديسكريبشنز، ودي الهدف منها ايه؟ ان هي بتساعد المستخدم ياخد قرار او يتعلم حاجة جديدة. واهم حاجة في القاعدة بقى دي اننا لما نكتب ديسكريبشن تحت العنوان ما يكونش كلامنا بيكرر نفس العنوان، لان بلاقي ناس كتيرة جدا بتغلط في الحتة دي وبيكتبوا ديسكريبشن او سبتايتل لمجرد ان هم لازم يكتبوه، وفي الاخر المحتوى بيبقى مجرد تكرار بس لنفس المعنى، مفيش اي اضافة جديدة. فلو حاسس انك مش هتضيف حاجة جديدة، مفيش حاجة عندك عايز تقولها، ما تكتبش خالص ديسكريبشن، واطلب من الديزاينر ان احنا مش محتاجين هنا سبتايتل او ديسكريبشن في السكرين دي. رابع نوع معانا بقى هي الامتي ستيتس، ومن اسمها كده انا محتاجه اوضح لليوزر ان هي حاجه امتي، حاجه فارغه، ما عملش لسه الاكشن ده لحد دلوقتي. الهدف منها ايه؟ ان انا لما المحتوى يكون فاضي ما اخليش المستخدم يحس ان في ايرور او في مشكله حصلت. الباترن انا ممكن اقول له عشان تعمل اكس اعمل واي. مثلا لو قلنا حاجه زي طلبات، مفيش، هو لسه ما طلبش طلبات لحد دلوقتي، فممكن اقول له السله فارغه او لسه ما طلبتش لحد دلوقتي او ليس لديك طلبات حتى الان. والنقطه دي انا شرحتها بالتفصيل كمان في اخر ايفنت اللي هو مينا برودكت سمت، شرحت كل الباترنز بالتفصيل وكمان موجوده في المستوى الرابع من تجربه. خامس نوع معانا هي الليبلز، والهدف منها ان انا اعمل تسميه وتوضيح للاقسام والعناصر الموجوده عندنا. ايه القاعده بتاعتها؟ ان انا ابدا استخدم الكلمات اللي الناس بتقولها مش التكنيكال تيم بيقولوها او الديفلوبرز بيقولوها، عشان مهم جدا لما اجي اتكلم مع اليوزر اتكلم بلغته هو، مش الكلمات التقنيه اللي محدش فاهمها غير الناس اللي شغاله في المجال. سادس نوع معانا هي الكنترول، زي مثلا الازرار بتاعه التوجلز اللي هي اون واوف، التشيك بوكس. دي محتاجه اوضح لليوزر انت اون ولا اوف من غير اي كلام كتير، هي مجرد كلمه بس اللي بنكتبها هنا، والاكتر بتبقى على الديزاين في التوضيح ده. سابع نوع معانا بقى هي حقول الادخال او التكست انبوت فيلدز، ودي الهدف منها ان هي بتساعد المستخدم يكتب المعلومات الصح. فمثلا بيكون عندي الليبل كده فوق وفي عندي هنت جوه، او ممكن في هنت تحت على حسب الديزاين سيستم. بس احنا بقى الغلطه اللي بنعملها ايه؟ ان انا مثلا الليبل اسمه رقم الجوال، فبدخل جوه البوكس بتاعنا ده اكتب له ادخل رقم هاتفك.
ولما يكتبوا غلط اقول له رقم موبايلك غير صحيح. طبعا انا ببقى استخدمت 3 كلمات كلهم نفس المعنى، بس ده بيبقى غلط جدا عشان ما فيش كونسيستنسي. لازم استخدمت الجوال يبقى استخدم الجوال في كل حاجه. فكتير قوي من الناس بتيجي تسالني طب انا في البوكس اللي جوه ده المفروض اكتب ايه؟ هقول له ادخل رقم هاتفك تاني، ما هي. فانا وقتها بفكر انه احنا محتاجين نضيف معلومه جديده زي ما اتفقنا. انا ممكن اقول له ادخل رقم الجوال مسجل عندنا مثلا في الشركه، او يجب ان يتكون من 10 ارقام، او اقول له حاجه معلومه مفيده بحيث ان هي تمنع ان هو يحصل اصلا خطا، فابقى كده برو اكتيف وامنع الايرور مسجز اللي ممكن تحصل في الموقف ده. 8 بقى عندنا حاجه اسمها ترانزيشنال تكست. عارفين كده لما نبقى ماشيين في الاب وفجاه يهنج فيجي كلام كده او سكرين فيها كلام لودنج، ما اقولش بس لودنج وخلاص. انا يفضل اقول له انا بعمل ايه دلوقتي، ولازم استخدم المضارع المستمر. يعني مثلا اقول له يتم التحقق من بياناتك، جاري تحميل حاجه معينه. فده كله مهم جدا لليوزر عشان اكون بكلمه بشكل فيه ارشاد ليه اثناء رحلته جوه الابلكيشن. 9 نوع معانا هي الكونفirmation مسجز. الهدف منها ان هي بتطمن اليوزر ان الحاجه دي اتعملت بنجاح. الفورمولا بتاعتنا ايه؟ ان انا استخدم الفعل الماضي، فمثلا اقول تم حفظ، تم ارسال، تم تاكيد، وهكذا. مثلا اليوزر جه بيغير الباسورد بتاعته، فبعد تغيير كلمه السر انا اقول له تم تغيير كلمه السر بنجاح. 10 نوع معانا بقى هي النوتيفيكيشنز، الاشعارات، وعندنا منها انواع كتير برضو شرحناها في المستوى الرابع في ان اب نوتيفيكيشن، بوش نوتيفيكيشن، وهكذا. السر بتاعها اننا نكتب حاجه فيها فاليو، قيمه، وكمان السرعه يعني انستنت. فبدل ما اقول اليوزر لديك اشعار جديد، مستحيل يفتح البوش نوتيفيكيشن دي، بس انا الافضل اقول له مثلا 15% كاش باك مع فوري، يبقى حاجه دايركت وفيها الفاليو على طول. النوع ال11 والاخير في الفيديو ده وهي رسائل الخطا او الايرور مسجز. الهدف منها ان انا ما اقولش لليوزر انت غلط والقي اللوم عليه. القاعده الذهبيه بتاعتنا ان احنا ما نلومش اليوزر حتى لو هو غلطان، واحيانا كتير بيبقى هو غلطان عادي. فانا مثلا ممكن بدل ما اقول له خطا بيانات غير صالحه ممكن اروح اقول له على طول مثلا يجب ان يتكون رقم الجوال من 10 ارقام، او وادي له كمان اكزامبل. او ممكن لو بيدخل باسورد غلط او بيعمل باسورد جديده وهي ضعيفه فما اقولوش كلمه السر ضعيفه واسكت. انا ممكن اقول له يعمل ايه عشان يخلي كلمه السر قويه ويحافظ على السكيورتي والبرايفسي بتاعته اكتر. طبعا اهم حاجه بقى في الفيديو ده ان احنا نفهم ان الباترنز اللي شرحناها دي هي مش قواعد المفروض نمشي عليها، ولكن بتختلف حسب الكونتكست وحسب طبعا الكونتنت سيستم. والكونتنت سيستم احنا شرحناه برده بالتفصيل في المستوى الثالث، فعلى اساسه ببدا افهم بقى ايه الباترن المناسبه في كل كونتكست اليوزر موجود فيه جوه الابلكيشن. واحدة من أهم الفروقات الجوهرية ما بين الجونيور يو اكس رايتر والسينيور يو اكس رايتر هي الطريقة اللي بيعدل بيها المايكرو كوبي بتاعته. يعني لو أنت شخص شايف إن أول مايكرو كوبي بتكتبها هي أفضل حاجة ومفيش بعد كده فأنت لسه جونيور، ولكن لو أنت شخص بيعدل أكتر من مرة بطريقة ممنهجة فأنت كده ماشي صح. السر بجد يا جماعة بيكمن في التعديل. فالنهاردة بقى هنشرح إزاي نعدل بطريقة ممنهجة في 4 مراحل. الكاتبة بتقول بصراحة أنا أول حاجة بكتبها مش شرط تكون كويسة. مثلا لما يكون عندنا نوتيفيكيشن بتقول للمستخدم ان بطاقته الائتمانيه قربت تنتهي، فاول نص هتكتبه بشكل بديهي كده هيكون مثلا payment method expiring monthly pass will not be renewed. ده انت لو قريته تاني بصوت عالي هتحس ان هو حاجه تقنيه جدا ما فيهاش اي مشاعر، كأن روبوت بالظبط بيتكلم. ده ما بيساعدش المستخدم خالص يفهم المفروض يعمل ايه عشان يصلح من المشكله دي. ازاي بقى نعدل على الجمله دي في 4 مراحل. المرحله الاولى نسال نفسنا هل هي useful، هل الكلام بيخدم فعلا الهدف. قبل ما اعدل اي كلمه لازم اسال نفسي المستخدم في اللحظه دي عايز ايه. طيب البرودكت بقى اللي انا شغاله عليه هو كمان عايز ايه عشان اقدر اعمل فيلنج الجاب زي ما عرفنا في تشابتر 1. في المثال بتاعنا المستخدم مش عارف ان بطاقته هتنتهي وعايز يجدد، البرودكت عايز يحافظ على السبسكريبشن ده ويخليه يحدث بياناته. النص الجديد لازم يخدم الهدفين دول، مش بس نقول له ان بطاقتك هتنتهي، لازم اقول له المفروض يعمل ايه بعد كده. المرحله الثانيه هي الاختصار او الايجاز. لازم نختصر ولكن نخلي بالنا ان ما يحصلش خلل المعنى او ان الرساله تفقد معناها. عندنا قاعده كده بتقول لنا ان احنا يفضل نلتزم ب 40 حرف في السطر الواحد و3 اسطر كحد اقصى، ده في الديسكريبشن. يعني ليه الاختصار هنا مهم؟ عشان محتاجين نفكر ان لما كمان النص بتاعي ان انا بكتبه بالانجلش لسه هيترجم للعربي، فالانجلش اصلا مساحته صغيره، لما بيترجم بالعربي ممكن يحصل استفاضه في الحديث اكتر. في لغات مثلا زي الفرنساوي لا بيبقى معنى واحد بس بيتكتب بحروف كتير قوي، فلازم اختصر قدر المستطاع عشان لما يجي يترجم ما يحصلش مشكله في الديزاين. طيب احنا لو عندنا نفس الجمله اللي استخدمناها وعايزين نخليها اقصر ممكن اسميها ايه؟ ممكن اكتبها
اكتبها ازاي؟ ممكن اقول حدث بطاقتك قبل نهايه الشهر، بس كده. هي مختصره ولكن لسه ناقصها شويه حاجات. ده بينقلنا على المرحله الثالثه وهي الكونفرزيشنال. يعني لازم اخلي الكونتنت بتاعي يبان كأن بني ادم هو اللي بيكتبه مش روبوت. تعرف ده ازاي؟ تقرا النص بصوت عالي، لو حسيت انه غريب او رسمي زياده عن اللزوم غيره، واسال نفسك برضه هو انا اقدر اقول نفس الكلام ده لحد صاحبي؟ لو حسيت انه لا يبقى محتاج تعديل على طول، لو حسيت انه ممكن يبقى انت ماشي صح. طيب انا مثلا هنا ممكن اقول تحديث بيانات الدفع مطلوب، ده كده حاجه روبوت جدا. ممكن ابدلها بحدث بطاقتك، خليتها بتخص المستخدم عشان اشتراكك يستمر مثلا، فدي كده بقت conversational اكتر. المرحله الرابعه بقى والاهم فيهم وهي الوضوح، ان المحتوى ده يكون clear enough، يعني واضح لاي حد هيقراه. يعني حتى لو كتبت content مختصر conversational بس مش واضح، فهو كده برضو للاسف ملوش لازمه. لو حد كده ما عندوش اي context وجاي من بره لسه مش فاهم ايه اللي بيحصل هنا وقرأ الكلام ده، هل هو هيفهم المطلوب منه بالظبط؟ او لا يبقى محتاج تعدله، لو يبقى انت ماشي صح. طيب تعالوا ناخد المثال بقى اللي احنا شرحناه في الاول ونعديه كده فلتريشن على الاربع مراحل. كانت الجمله في البدايه بتقول بطاقتك الائتمانيه قربت تنتهي ومش هيتم تجديد الاشتراك. بعد ما تعدي على الاربع مراحل هتبقى حدث بطاقتك قبل نهايه الشهر عشان اشتراكك يستمر. وكمان احنا شرحنا المثال ده بطريقه عمليه وبالتفصيل في المستوى الثاني من منصه تجربه، وبرده هتلاقيه في المستوى التمهيدي المجاني. كنا عملنا جلسه تفاعليه مع فجماويه، تلاقونا مشينا الخطوات دي مع بعض وكان في تفاعل حلو قوي من الحضور كلهم. تخيل كده ان حد سالك في الشغل هو ايه اللي استفدناه منك كيو اكس رايتر، تعرف تجاوب عليه؟ الفيديو بقى ده بيعلمك ازاي تجاوب على السؤال ده بارقام مش بس باحساسك، وتثبت ان كلامك فعلا بيفرق في البرودكت وفي الارقام اللي بتعود على البيزنس. الكاتبه بتبدا الفصل بقصه حلوه جدا وغالبا بتحصل معانا كلنا. كل ما تيجي تقترح ان هي تغير نص معين يجي برودكت اونر يسالها عرفتي ازاي ان ده احسن من ده؟ وهي هنا قررت بقى ان الجواب لازم يكون مبني على ارقام حقيقيه مش بس مبني على احساسها او خبرتها الشخصيه. ايه بقى طرق القياس اللي بقيس من خلالها هل الكونتنت ده صح ولا لا؟ الطريقه الاولى هي الاي بي تيستنج، وده القياس المباشر. معناه ايه؟ معناه انك بتقدم نسختين مختلفتين من الكونتنت لمجموعتين من الناس، مثلا النسخه A عند المجموعه الاولى والنسخه B عند المجموعه الثانيه، وبتشوف بقى مين فيهم اللي حققت الهدف اكتر. طيب هو انا المفروض اقيس ايه بالظبط في الكونتنت بتاعي؟ في الاونبوردنج مثلا، هل المستخدم الجديد قدر يوصل للهدف بتاعه في اقل وقت؟ الانجيجمنت، هل نسبة الناس اللي فتحوا التطبيق زادت؟ الكومبليشن، هل نسبة الناس اللي خلصوا العملية أو البروسيس دي زادت؟ الريتنشن، هل نسبة الناس اللي رجعوا تاني يستخدموا التطبيق أكتر من مرة زادت؟ الريفيرلز، هل الناس اللي شاركوا التطبيق مع غيرهم رجعوا غيرهم وعملوا وورد اوف ماوث زادت؟ الكوست، هل السبورت تيكتس والشكاوى قلت؟ هل اليوزرز بطلوا يسالوا انا مش فاهم ايه المشكله هنا، ايه الايرور ده معناه ايه؟ الكتاب كمان بيحكي عن ابلكيشن توصيل عمل تغيير بسيط جدا، هو بس غير البطن بتاعه بدل اوردر او اطلب خلاها اطلب دلوقتي او اوردر ناو. بجد تغيير بسيط قوي ولكن هو على الكونفرجن معاه ل 12%. ده بقى بيكون تاثير واضح قوي لليو اكس رايتنج. خلينا كمان متفقين ان الارقام بتقول لنا وات هابند، هو ايه اللي حصل، ولكن البحوث هي اللي بتقول لنا واي، ليه حصل كده اصلا. طيب ايه هي طرق البحث المفيده لليو اكس رايترز؟ اول حاجه تحليل التعليقات والتقييمات، محتاج تشوف هي ايه اللي الناس بتشتكي منه. المقابلات الفرديه، اسمع المستخدم بتاعك بيقول ايه بالظبط وخد الترمينولوجيز من بقه. اليوزابيلتي تيست، شوف اليوزر بتاعك وهو بيستخدم التطبيق. سيرفيز، اسال عدد كبير من الناس عن كل حاجه محتاج تعرفها. الهدف من كل ده انك تعرف ان الكلمات اللي الناس بتستخدمها مش الكلمات اللي انت حاسسها ان هي صح او بتقيمها بناء على خبرتك بس. انا لو ما عنديش وقت للتستنج او ما عنديش ريسيرش تيم في الشركه اللي انا فيها، في طريقه تانية انك تبدا تعمل سكور كده من 10 لكل نقطه من النقطه اللي احنا هنقولها دلوقتي. هل النص بتاعي هادف يخدم الهدف بشكل واضح؟ هل هو مختصر؟ هل هو محادثي conversational؟ هل هو واضح clear؟ وخامس حاجه الاكسسبيليتي، يعني يتقري بسهوله من كل الناس. سادس حاجه هي الفويس، هل بيعكس معايير البرودكت؟ هل الجرامر وكل حاجه استخدمتها متناسبه مع الصوت اللي انا حددته؟ كل معيار او كرايتيريا من دول محتاج ان انت تعمل لها سكور من 10. في ناس بتكتب اليو اكس كوبي في ملف وورد وبتبعته على واتساب، في ناس بقى شايله الورك فلو كله مع التيم بتاعها، بتعرف ازاي تشتغل على فيجما، تعرف تتناقش في البرودكت، تطلع ايدج كيسز، والفرق بينهم يا جماعه بجد كبير جدا. اصلا هنتكلم عن الجانب العملي اليومي في حياتنا في الشغل كيو اكس رايترز. الكتاب بيقول لك انك لازم تكتب اليو اكس كونتنت ده وانت شايفه في مكانه الحقيقي، مش في ملف وورد، مش في اكسل شيت، مش في اي حاجه تانية، لان ده يخليك مش فاهم ايه الكونتكست اصلا وانتوا بتتكلموا عن ايه يا جماعه. عندنا مثلا المثال
المساحه المتاحه قدامي، مساحه قد ايه عشان اكتب، حجم الفونت، تايبوجرافي، الخط نفسه نوعه ايه، لان الكلمات اصلا ممكن تبان مختلفه بفونت مختلف. ازاي بقى اعمل الحاجات دي كلها؟ ان انا لازم اتعلم فيجما، لازم اعرف ازاي اكتب على فيجما. ممكن استخدم فيجما ديزاينز عشان اكتب على طول، ممكن كمان استخدم فيج جام عشان احط افكاري واعمل الكونتنت سيستم بتاعي، ممكن كمان استخدم فيجما ميك تساعدني في الاي اي ريكومنديشن ويديني تخيل كده عن شكل الديزاين والكونتنت. اصعب جزء في شغل اليو اكس رايتر مش مرحله الكتابه، ولكن مرحله التعديلات الكتير اللي بتجيلك. تخيل كده ان انت كتبت نص وبعته للبرودكت مانجر، وبعت نسخه تانية للليجل تيم مثلا، والنسخه ثالثه للديزاينر، واساسا الديزاينر نفسه شغال على نسخه رابعه خالص. فكميه تعديلات هتبقى في باك اند فورس رهيبه، وهيبقى في دبل ورك كتير قوي عليك. الحل بقى انك تخلي في ملف محتوى واضح بيضم كل الكونتنت، كل السكرينز، اخر نسخه انت اشتغلت عليها، ويفضل كمان انك تشتغل بالتوازي مع الديزاينر. ودايما محتاج تستخدم الستيتس بتاعت الملف ده، درافت، ان ريفيو، ابروفد، فاينل. تخيل مثلا ان انت عندك فريق مكون من 5 اشخاص كلهم شغالين على ابلكيشن حجز فنادق، لو كل واحد بيعدل في ملف منفصل، في الاخر هيبقى عندك 5 كوبيز مختلفه كلهم متعارضين مع بعض، وده بيخلي ان مفيش كونسيستنسي، ودي عمود اليو اكس رايتنج. طيب انا دلوقتي وصلت مرحله الابروفل والنص اللي انا كتبته ده اتوافق عليه، بتيجي تدخل في ميتنجز مهمه جدا، اهمهم ميتنج اسمه الهاند اوف ميتنج للانجينيرنج. حاجات مهمه قوي بقى في الهاند اوف ميتنج ده المفروض تاخد بالك منها. اول حاجه تتاكد ان كل الكوبيز اللي انت كتبتها في مكانها الصح في الديزاين فايل، تستعد لكل اسئلتهم، تستعد كمان لما حد يقول لك خلي بس الكونتنت ده اقصر شويه او اطول شويه، وضح له ان في كذا كرايتيريا احنا بنمشي عليها زي ما شرحنا قبل كده. كمان لازم تكون فاهم كويس جدا الايدج كيسز، ايه اللي بيحصل لو الاسم طويل، طب ايه الايرور مسج اللي هتبقى موجوده هنا، وتكون مجهز كل الاجابات. لازم كمان تكون مذاكر كويس البي ار دي عشان تبقى فاهم اصلا ايه الكونتكست اللي انت بتكتب فيه، وتعرف ترد على الاعتراضات دي. فالخلاصه بقى يا جماعه ان الادوات دي بجد مش رفاهيه، وان هي دي اللي بتوضح شطاره اليو اكس رايترز. خد الفيديو ده كتشيك ليست ليك كده في الورك فلو بتاعك في شغلك. لو عندك اي سؤال سيب لنا كومنت، وتابعونا في استكمال السلسله لكتاب Strategic Writing for UX. اول يوم شغل ليك كيو اكس رايتر تلاقي دايما ان محدش عارف انت بتعمل ايه. في ناس مننا بقى بتحاول في الوقت ده يا اما تثبت نفسها بسرعه، يا اما تفضل صامته وغامضه وتراقب كده الناس في صمت من غير ما تعمل اي اكشن. ولكن الكتاب وانا كمان عندي خطه ثالثه وراي ثالث. الكاتبه بتقول انها اشتغلت في اكتر من شركه زي جوجل واكس بوكس، وكل مره كانت بتبقى هي اول يو اكس رايتر في الشركه. احنا ممكن نعمل ايه بقى في كل شهر لينا في الشركه دي؟ اول 30 يوم ليك في الشركه مش وقته خالص انك تثبت نفسك، ولكن مهم جدا تفهم البيزنس والبرودكت ده كويس قوي. اقرا كل حاجه موجوده، اقرا برودكت دوكيومنتس، اقرا ريسيرش، اقرا البراند جايد لاينز، لو كان في يو اكس رايتر قبلك عامل كونتنت ستايل جايد اقراه، كونتنت سيستم اقراه وذاكره كويس جدا. تاني حاجه محتاج ان انت تتكلم مع كل الناس اللي هتقابلها هناك، من برودكت وديزاين وانجينيرز وسبورت تيم وماركتنج وبراندنج وهكذا. تالت حاجه محتاج تفهم ايه بقى الشكاوى الموست كومن اللي بيقابلوها من المستخدمين. رابع حاجه محتاج تحدد ايه بقى اليو اكس كونتنت الموجود دلوقتي، وايه اللي ناقص فيه، وايه اللي ممكن يتطور فيه. بس ما تقترحش ابدا تغييرات كبيره في الكونتنت من اول اسبوعين ليك من غير ما تفهم الكونتكست كويس قوي. تخيل ان انت يو اكس رايتر جديد في ابلكيشن فينتك، تطبيق بنكي، واول حاجه هتعملها هو ان انت تراجع كل رسائل الخطا الموجوده، وتفهم هي ليه اتكتبت بالشكل ده، وتفهم ايه الكونتكست وايه البي ار دي وراها وايه الغرض منها. ما تبداش تغيير على طول. طيب من 30 ل 60 يوم المفروض تعمل ايه؟ دي مرحله المشاكل وبناء اساس الشغل. في ال 30 يوم دول اللي هيحصل حاجتين. اول حاجه المشاكل، في مشاكل ايرجنت، حاجات محتاجه تتغير دلوقتي، دي حاجه مستعجلين عليها، الكلاينت مستعجل عليها لو انت في سوفت وير هاوس. بناء الاساسيات بقى انك تبدا تبني الكونتنت سيستم اللي احنا شرحناه في المستوى الثالث من منصه تجربه، وتبدا تعمل كده ميني كونتنت اوديت للبرودكت اللي انت شغال عليه، يعني توضح ايه المشكلات اللي كانت موجوده فيه وتقيمها وتقترح تحسينات ليها. تخيل ان انت في نفس الابلكيشن الفنتك اللي هو التطبيق البنكي، وانت دلوقتي في الشهر الثاني ليك، فمحتاج تعمل ايه؟ مثلا تاخد كل الاونبوردنج سكرينز الموجوده وتعمل ريبورت ايه المشاكل اللي انت قابلتها، ايه تقييمك ليها، وايه الاقتراحات اللي بتقدمها، وبناء على ايه قدمت التحسينات. من 60 ل 90 يوم بقى هو مرحله النمو السريع. دلوقتي انت فهمت برودكت، بزنس جولز، يوزر جولز، فهمت كل حاجه وعملت اول تغييرات وبنيت علاقات كويسه. دلوقتي بقى وقت ان نتائج شغلك تبان. ابدا في مرحله القياس، ايه اللي اتغير بعد التعديلات اللي انا عملتها. كمان شارك النتائج دي مع الفريق بطريقه واضحه. محتاج تتعلم من كل الاخطاء اللي انت مريت بيها في الايام اللي فاتت، وتبدا تبني بروسيس واضحه تتعامل بيها مع الفريق. تقدر كمان تقترح
بقترح عليهم ان انت تعمل لهم زي ورك شوب تقدم فيها كل الحاجات اللي انت اتعلمتها والحاجات اللي انت وصلت لها. طيب في المثال بتاع البنك بتاعنا، فاليو اكس رايتر بعد 90 يوم بيعمل بقى بروبوزل كده للفريق بتاعه. هو مثلا هيقول انا غيرت 12 ايرور مسج، وده أثر على انخفاض السبورت تيكت أو الشكاوى اللي بتوصل لنا بنسبة 18%. الكلام بقى ده بيعمل بجد فرق كبير وبيحسسهم بالإمباكت بتاعك. وعلى فكرة الخطة دي مش لازم تنفذها لو أنت رايح شركة جديدة، أنت ممكن في شغلك الحالي تبدأ تعمل ريستارت وهم هيلاحظوا التغيير ده بشكل فعال. كل يو اكس رايتر مننا بيجيله يوم وبيلاقي قدامه ليست من المهام التي لا تنتهي، كلها محتاجة تتعمل دلوقتي وكلها حاجات مهمة. ازاي بقى نعرف نبدأ بإيه بالظبط؟ الفيديو ده هو الإجابة. أهلا بيكم، أنا ندى النادي، وده الفصل التاسع والأخير من كتاب Strategic Writing for UX. الفصل ده زي ما الكتاب بيقول هو ملخص عملي لكل حاجة احنا اتكلمنا فيها قبل كده. الكتاب بيبدأ بسؤال واحد: لو انت عندك ساعتين بس دلوقتي هتشتغل على ايه؟ عشان تجاوب محتاج تقسم الشغل ده لأربع حاجات: عاجل ومهم، ده انت محتاج تعمله دلوقتي. مهم بس مش عاجل، اعمل له خطة، حط بس اوت لاينز كده ممكن يتعمل ازاي. عاجل بس مش مهم، حاول وقتها تفوضه لحد تاني لو قدرت يكون متاح اكتر منك. مش عاجل ومش مهم، انت ممكن تتكلم مع المانجر بتاعك انك تلغيه خالص. بس في اليو اكس رايتنج محتاجين نزود حاجة مهمة قوي، وهي الامباثي او التعاطف. قبل ما تقرر ايه المهم فالاهم، محتاج تتخيل اليوزر اللي عنده مشكلة دلوقتي وبيعاني من مشكلة معينة، منتظر بس الكلمات بتاعتك تحل له المشكلة دي. مثال: انت مثلا عندك 3 مهام: تعديل نص تسويقي في صفحة لاندنج بيج، تصليح رسالة خطأ في شاشة الدفع بتظهر للناس اللي الكارت بتاعهم اترفض، تالت حاجة انك تكتب كونتنت للاونبوردنج الجديدة. التلات حاجات مهمين، بس لو انت فكرت بالامباثي وايه الاهم عند اليوزر، هتلاقي ان رسالة الخطأ اللي مش مفهومة للناس اللي الكارت بتاعها اترفض دي اهم واحدة فيهم، بالتالي هتكون دي ليها الأولوية عنهم كلهم. الكتاب كمان بيوضح لك ان جزء من شغلك هو انك تعلم الفريق بتاعك ازاي يفكر في الكلمات ويكون ليك فعلا اثر حقيقي عليهم. اولا لازم تكون متاح دايما ليهم، اي حد من التيم عنده سؤال لازم ترد عليه بسرعه. ثانيا اشرح القرارات اللي انت خدتها، ما تقولش انا غيرت الكلام ده من هنا لهنا، بس قول انا غيرته بناء على كذا عشان محتاجين نحقق الهدف الفلاني، ده هيأثر على البيزنس بالطريقه الفلانيه وهكذا. ثالث حاجه بقى، احتفل بالنجاحات الصغيره اللي انت بتقدمها. يعني لو انت غيرت حاجه وحققت كونفرجن ريت عالي، قول لهم ده. لو انت غيرت حاجه وقللت الشكاوى اللي بتحصل، قول لهم ده. اعمل ليرنينج سيشنز، اعمل ورك شوبس، هم بيحبوا جدا الحاجات دي. رابع حاجه بقى، خلي الكلمات جزء من الكالتشر بتاعه الفريق. يعني مثلا لو لقيت وقت فاضي، ابدا اتكلم معاهم عن كيس ستاديز انت اتعلمتها من سلسله الفيديوهات دي، او من حاجه اتعلمتها من منصه تجربه، او من الكتب اللي انت قراتها قبل كده. كل دي حاجات تثري العلم ده عندهم اكتر واكتر. وكده وصلنا للنهايه، عملنا 9 فيديوهات عن 9 فصول من الكتاب، والحمد لله ان احنا شرحنا كتاب كامل من خلال السلسله دي. دلوقتي بقى اكتبوا لنا في الكومنتس كده يعني ايه اكتر حاجه استفدتوا منها من اللي احنا اتكلمنا عنها، وايه الدرس اللي انت فعلا طلعت منه بالسلسله دي وهتبدا تطبقه في شغلك بعد كده. وبجد لو التلخيص ده افادك، يا ريت تكتب لنا كومنت وادينا بقى فيدباك كده على لينكدين، عشان ده هيشجعنا اكتر ان احنا نلخص كتب زياده. واخيرا اكتبوا لنا في الكومنتس تحبوا ايه الكتاب اللي نشرحه المره الجايه. شكرا ليكم.